شوارع العاصمة الفرنسية باريس شهدت اليوم مشهدا غير مسبوق بعد أن خرجت مئات الجرارات الزراعية من البوادي والريف المجاور للعاصمة إلى قلب باريس احتجاجا على اتفاقية ميركوسور التجارية المثيرة للجدل. كما تشاهدون هنا هذه الجرارات أغلقت الساحات والطرق المؤدية إلى هذه ساحة الشانزليزيه، ساحة إطوال، منذ الصباح الباكر. بدأت بشق طريقها عبر الحواجز الأمنية إلى قلب العاصمة الفرنسية الممتدة عبر الشانزليزيه، وصولا إلى أيضا برج إيفيل وقوس النصر الذي ترونه هنا في الخلفية، ما أدى إلى شل حركة المرور وأدى أيضا إلى إغلاق المداخل الرئيسية للمدينة. هذه الجرارات المنتشرة في مواقع حيوية في العاصمة باريس، يعني في مواقع مثل المعالم السياحية، الشوارع المركزية، حولت العاصمة الفرنسية إلى ما يشبه مشهدا فوضويا يعكس غضب القطاع الزراعي الفرنسي. يعني أغلب الطرقات المؤدية إلى هذه الساحة شهدت ازدحاما غير مسبوق ووقفا شبه كامل لحركة النقل، فيما تصاعدت الكثافة الإعلامية على الأرض وأيضا حتى على منصات التواصل الاجتماعي. هذه الاحتجاجات التي تشاهدونها تركز بشكل خاص على مخاوف المزارعين من تهديد استدامة الزراعة الفرنسية بسبب اتفاقية ميركوسور، هذه الاتفاقية المثيرة للجدل أوروبيا التي قد تفتح السوق أمام سلع أرخص من الخارج، مع تأثير محتمل على دخل الفلاحين الفرنسيين وأيضا على السياسات الزراعية المحلية. تداعيات هذه الأزمة كانت كثيرة، من بينها شل حركة المرور خاصة في ساحة شارل دوغول إطوال، هذه الساحة الحيوية منذ ساعات الصبح، مع توقف السيارات في الشانزليزيه وفي محيط المعالم الرمزية للعاصمة الفرنسية. أيضا هناك تأثير خارجي وتأثير داخلي، خاصة قبل تصويت أوروبي مرتقب، ما يضع هذه الاتفاقية موضع شكل وما يضع أيضا الحكومة الفرنسية تحت غضب وتحت ضغط شديد من المهتمين. أيضا هناك اهتمام إعلامي واسع بما حدث وما يحدث، مع تداول هذه الصور أو صور هذه الجرارات على نطاق واسع، سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد نادر يبرز قوة القطاع الزراعي الفرنسي وأيضا تأثيره المباشر على العاصمة باريس. اتفاقية ميركوسور تهدف بشكل خاص إلى تعزيز التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية، لكن المزارعين الفرنسيين الذين يحتجون اليوم هنا في هذه الساحة يعتبرونها تهديدا مباشرا لمستقبل الزراعة المحلية، ما أدى إلى تصعيد غير مسبوق وتحرك سريع نحو العاصمة باريس. تسمعون غضب الجرارات هنا في هذا المكان. هذه الجرارات لم تعد مجرد آليات زراعية، بل أصبحت رمزا لغضب الريف الفرنسي الذي خرج ليذكر العاصمة بقوة صوته. شوارع العاصمة باريس اليوم تختبر صبر السلطات الفرنسية وتختبر أيضا المعالم الرمزية التي صارت ساحة مؤقتا لمواجهة اقتصادية ومواجهة سياسية غير مسبوقة هنا في العاصمة الفرنسية.